ازاي نمنع الأطفال من أكل الحلويات وشرب الكولا؟ رقم 1، لازم نكون قدوة لأطفالنا وناكل أكل صحي، ولو هتستمروا على أكل الحلويات يبقى بلاش تكملوا الفيديو. رقم 2، هنقلل من تقديم الحلويات والكولا والشيبس تدريجيا مش مرة واحدة، ونقسمها على مدار اليوم عشان الطفل يحس إنه أكل كتير. رقم 3، دايما نكون محضرين لأطفالنا وجبات طعام صحية، بس هنكون مبدعين في تقديمها، هنقدمها بشكل مميز سواء أكل أو عصاير فريش. رقم 4، هنبطل نكافئ أطفالنا بالحلويات عشان بيكون مفهوم خاطئ عند الأطفال إن الحلويات دي هدية لو أحسن التصرف، وكمان هنمنع تواجدها في البيت. 5، نحاول قدر الإمكان نقلل من تواجد أطفالنا في أماكن بيع الحلويات والسوبر ماركت. 6، طبيعي في البداية إن طفلك يرفض الأكل الصحي، فشيليه من قدامه وقدمهوله لما يحس بالجوع هياكله. 7، بسبب الحلويات الكتيرة ممكن يكون عند طفلك فقدان شهية، فمفيش مانع إن احنا ناخد فاتح شهية للطفل بس باستشارة الطبيب المختص. 8، نحاول قدر الإمكان إننا ننوع في الأطعمة اللي بنقدمها للطفل عشان يكون قدامه كذا بديل يختار منهم. 9، هنحكي لأطفالنا عن أضرار التسوس وممكن نحكي لهم قصص عن الموضوع ده. وأخيرا، لو أطفالك في حضانة أو مدرسة يبقى هنراعي إن اللانش بوكس بتاعهم يكون فيه بعض الأطعمة والحلويات الآمنة والقليلة، علشان أطفالك ما يبصوش لغيرهم وعلشان الممنوع مرغوب.